ازيك عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ انا اسمي روناء وانتي هنا في مع روناء. والنهارده الفيديو ده تحفه. الفيديو اللي انا كلمتكم عنه المره اللي فاتت وقلت لكم ان انا هعمله المره دي، وهو how to glow up this summer. ازاي تنوري كده من الصيف ده فيما بعد، يعني بدايه من الصيف ده اللي بعد كده على طول. هنتكلم عن الجلوينج اب من جوه ومن بره. من بره ده اللي هو ايه؟ من بره ده اللي هو بشرتنا، شعرنا، جسمنا، صحتنا، ده كله برضه من بره. انتي از بادي بس، جسم بس. لكن الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم ازاي ننور من جوه. ومش قادره اقول لكم ده مهم قد ايه. مش مهم ننور من بره بس، اهم حاجه ننور من جوه، نشوف نفسنا ازاي، يومنا يمشي ازاي، لان يومنا ده عباره عن الصوره المصغره من حياتنا كلها. فالنهارده هقول لك ازاي تنوري من بره. ركزي معايا، عايزاكي تركزي معايا في كل كلمه هقولها، لان على قد ما الروتين يبان طويل بس هو سامبل جدا، واكتر حاجه بسيطه وصلت لها مع تجربه حاجات كتير قوي. اول روتين هنبتدي بيه، واول روتين مهم جدا جدا جدا، وهو روتين البشره. ازاي بشرتي تبقى دايما افضل، كل سنه احسن من اللي قبلها، مش كل سنه لما بكبر سنه بشرتي بتسوء. لان فعلا احنا بنيجي عند مرحله معينه سن ال 25 تقريبا، كل سنه بيبقى بشرتنا بترجع لورا شويه عشان انتاج الكولاجين بيقل. فازاي بقى انا يعني اعكس الموضوع ده، كل سنه بشرتي تبقى افضل من السنه اللي قبلها؟ اول حاجه لازم اعملها وهو روتين الصبح. روتين الصبح مكون من 4 حاجات بسيطه جدا. وعلى فكره كل ما كان الروتين بسيط كل ما عرفتي تلتزمي بيه، وكل ما كان اقل اجهادا على بشرتك. لان انا وقعت في غلطه ان مثلا حاجه زي اورديناري، انا كنت كل ما اقرا انه مثلا في سيروم عندهم بيجيب نتيجه حلوه جدا مع ناس فاجيبه، فابتدى يبقى عندي كميه كبيره من السيرومات، انا مش عارفه استخدم ايه امتى وايه امتى. ايه ال4 حاجات اللي هنستخدمهم الصبح؟ اول ما اصحى الصبح طبعا هغسل وشي بالغسول بتاعي، اي غسول بشرتك مستريحه عليه، واي غسول ما بيسيبش بواقي صابون كده على الوش، الغسول اللي بينظف البشره بس. وانا بستخدم الغسول ده افان، ممكن تستخدمي اي غسول انت مستريحه عليه حاليا. بعد ما بغسل بشرتي بيه بحط هيلورونيك اسيد. الهيلورونيك اسيد انا كنت بستخدم بتاع ذا اورديناري، بس حاليا انا مستريحه جدا جدا على لوريال. اولا لانه ارخص في السعر، حاجات ذا اورديناري في مصر بقت اسعارها غريبه، وكمان انا شايفه منه النتيجه احسن، وخصوصا كمان في الخطوط الرفيعه. الهيلورونيك اسيد ميزته ان هو بيحافظ على الميه والرطوبه داخل الجلد وبيملأ الخطوط الرفيعه، وعشان كده ما ينفعش نستخدمه بدل المرطب. ودي الخطوه الجايه، المرطب. انا كنت بستخدم سيرافي، بس سيرافي فعلا برضو سعره بقى غالي جدا، فلقيت ليه بديل اللي هو الماكرو بانسن. الماكرو بانسن ده انا جربته، ترطيبه هايل جدا وسعره يعني حلو جدا. هو بس عيبه انه ريحته نفاذه شويه، بس هي اصلا كده كده بتختفي بعد 10 دقايق. واخر خطوه، وخصوصا لو هنزل في الشمس، السان سكرين. السان سكرين، اي سان سكرين تستريحي له. وبما اني بدلت كل الحاجات لبدايل ارخص، فده كان افضل سان سكرين انا استخدمته وسعره قليل. هو سعره كان 100 وشويه، دلوقتي بقى 200 وشويه اعتقد، مش عارفه. بس يعني هو مقارنة بالحاجات التانية سعره كويس جدا، ما بيسيبش اثر دهني على الجلد، هو بيدي البشرة كده جلو حلو هادي جدا. بس هو ده اللي انا حاطاه اصلا دلوقتي. حاجه عايزه انبهك عليها، السان سكرين مش بس بنستخدمه على الوش، انا بستخدمه فوق عيني وتحت عيني، وبستخدمه على شفايفي، وبستخدمه على رقبتي، وبستخدمه على ايدي، بستخدمه في كل حته هتظهر للشمس. هدفي من السان سكرين ان انا مش هخلي بشرتي تسمر وكده، في ناس اصلا بتحب تاخد تاني زي حالتي كده. بس هدفي من السان سكرين ان انا احمي جلدي من الشمس. الشمس بتسبب التجاعيد مع الوقت، فاي مكان هحط له الشمس حطي عليه سان سكرين على طول. خلصت الروتين بتاعي بتاع الصبح، نيجي بقى لروتين بالليل. طبعا على مدار اليوم لو حطينا ميك اب هنشيله بمزيل ميك اب، وبعدين نغسل وشنا، ممكن طبقه مرطب خفيفه. ده اللي انا ممكن اكون محتاجاه طول اليوم. ونيجي بقى لروتين بالليل. روتين بالليل ده مهم 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 لبعد بكره. اهم حاجه هتخلي بشرتك طول الوقت حلوه هي المقشرات بتاعه البشره، واهمهم الريتينويد. الريتينويد هي مشتق من مشتقات فيتامين اي، بيقشر البشره
البشره، بيجدد خلايا الجلد، وكمان بيقاوم التجاعيد الرفيعه، او ان انت تقللي من مظهر الخطوط الرفيعه. وعلى فكره في ناس بتقول ان هو مش بيأثر قوي مع الناس اللي اصلا بشرتها كبرت، ولكن لا، اكيد بيأثر وبيصغر فعلا البشره سنين ورا. فعلا هتحس ان هو بيعمل ريفيرس ايجينج كده، اللي هو انت بتتقدمي في العمر، بالعكس انت بتتأخري في العمر مش بتتقدمي في العمر. الروتين باختصار مكون من 5 خطوات. اول خطوه هو الغسول. هنستخدم الغسول بطريقه الدبل كلينز، بالذات بالليل يفضل ان احنا نستخدم الغسول مرتين ورا بعض عشان نتاكد ان بشرتنا نقيه تماما ويقدر يستفيد من الحاجات اللي هنحطها بعد كده. تاني خطوه ان احنا هنرطب وشنا بالهيالورونيك اسيد، وزي ما اتفقنا رقبتنا وايدينا كل اللي هنطوله. وبعدين هنبتدي بقى في الروتين بتاعنا الخطير. اول حاجه الادبالين، ويفضل ان احنا نستخدم منه بس قد حبه البسله، وكمان نبتدي بيوم في الاسبوع، بعدين يومين في الاسبوع، بعدين 3 في الاسبوع، وبعد كده نستخدمه طول الايام ونريح يوم بس. بعد كده هنستخدم المرطب، واخر خطوه هنستخدمها ودي اختياري شويه صغيرين قوي من الفازلين. وهنا انا بستخدم حجر الجواشا والجيد رولر، بجد من الحاجات اللي فرقت في بشرتي قوي. لو عايزين اكلمكم اكتر عنها اكتبوا لي في الكومنتس. الفازلين بيعمل حاجتين. اول حاجه ان هو بيخلي تاثير الحاجات اللي انا حطاها تحتيه فعال اكتر او قوي اكتر، لان الفازلين يعتبر عازل اكتر من انه مرطب. والفايده الثانيه، مع ان هو مش معترف بيها شويه ان الفازلين بيرطب، هو بس بيقول ان هو بيحتفظ بالحاجات اللي تحت الجلد، بس فعلا انا شايفه ان هو مرطب ممتاز. لان لو كنت حطيت كل الحاجات دي مثلا في الشتاء وما حطيتش الفازلين، ما كانتش بشرتي هتبقى مترطبه بشكل كفايه، وما كانش هيحافظ على بشرتي من الجفاف اللي بيعمله الادبالين بشكل كفايه. يعني انا لما استخدمت الادبالين لوحده حتى بعديه مرطب، بشرتي يعني تعبت في الاول، وده طبيعي جدا ان انت بشرتك في الاول هتتعب، بس بعد كده تشوفي نتائج ممتازه. بس فعلا لولا الفازلين ان انا حطيته عليه ما كانش حافظ لي على بشرتي او رطبها لي بشكل كفايه. وبكده يا جميله يكون خلصنا اول حاجه وهي البشره. روتين فوق الممتاز هتجربيه والناس هتسالك عملتي ايه وهتفتكري. تاني حاجه بقى وهو روتين الشعر. اولا الشعر كل اللي محتاجه ترطيب ثم ترطيب ثم ترطيب. حتى لو شعرك دهني، انا شعري دهني جدا لدرجه ان انا ممكن اغسله كل يومين بالكتير بسبب ان هو اويلي قوي، فروه راسي اويلي. بصي انت لو فاكره ان شعرك دهني وانت مش بتضطري تغسليه كل يومين بالكتير، يبقى شعرك مش دهني. مبروك. اول حاجه بتاثر على صحه الشعر وهو الشامبو. في ناس بتقول لازم نستخدم شامبوهات طبيه، انا بقولك مش لازم نستخدم شامبوهات طبيه، على حسب برضو يعني كل حد مستريح في ايه، ولكن ممكن نستخدم شامبوهات تجاريه، ولكن اهم شيء ان الشامبو يكون مخفف بميه. هي دي كلمة السر، هي دي الحاجة اللي هتحافظ على شعرك من أي شامبو هتستخدميه. أنا شخصيا بستخدم الشامبو هيدن شولدرز وبخففه بمية، دي أهم حاجة إن أنا أخففه بمية عشان ما أحطوش على شعري يبقى قوي جدا أو شعري يتلف ويتقصف من كتر ما الشامبو شال الزيوت اللي فيه. تاني خطوة مهمة إن أنا ما أجيبش شامبو كتير على أطراف الشعر، ده هيحافظ على أطراف الشعر دايما من إن هي تبقى متقصفة. أنا اللي باقي من اللي هينزل من شعري من فوق بنزله على شعري من تحت وبس. الخطوتين اللي بعد كده هم الحمام البلسم وحمام الكريم. ما ينفعش نغسل شعرنا من غير الاثنين دول. استخدمي اي نوع تحبيه انتي. انا شخصيا بستخدم هيربال اسنسز اللي بزيت جوز الهند كبلسم، وبستخدم بايو بوينت حمام كريم، بس بما انه خلص من عندي وجاي في السكه فمش هعرف اوريه لكم. تاني حاجه، لو بتضطري تعملي شعرك كتير زي ما تعمليش شعرك كل يوم. ابسط ما فيها ما تعمليش شعرك كل يوم، يفضل تعمليه بس بعد ما تاخدي شاور، ولو هتعيدي عليه ما يبقاش بعد اقل من يومين او 3 وعلى خفيف. دي حاجه هتحافظ على الشعر شويه من الحراره. والحاجه الاهم هي واقي الحراره، ده من افضل وارخص واكتر حاجه متوفره موجوده في السوق. لوريال ده بحطه على شعري بعد الحمام على طول وهو مبلول، واول ما بينشف ببتدي استخدم الحراره. ويفضل ما نستخدمش الحراره والشعر مبلول، لما نستخدم حراره والشعر مبلول بيساعد على جفاف الشعر بشكل مرعب. وبعد الحراره بستخدم تشي سيروم تحفه وبيدي لمعه للشعر
الشعر حلو قوي بعد الحراره. ولو عايزه تهتمي بشعرك اهتمام فائق بقى، ممكن جدا تعملي حمام زيت قبل ما تاخدي شاور بشكل دائم، وخصوصا لو بتستعملي حراره. ده هيخفف من تاثير الميه على شعرك لما تغسليه بعد ما تكوني عاملاه بالحراره. وهو حمام الزيت. حمام الزيت ده مكون من 3 حاجات: زيت الجرجير، زيت جوز الهند، زيت اللوز. ال3 حاجات دول هنخلطهم مع بعض بكميات متساويه ونحطهم على الشعر مش اكتر من ساعه، ساعه ونص مثلا. هي ساعه، نص ساعه، ساعه، عشان الشعر يستفيد من الزيت وما يوقعش الشعر او يسد مسام البصيلات. وبكده هنكون خلصنا النقطة بتاعة الشعر. ندخل بقى على الجسم. ازاي يبقى جسمك طول الوقت ناعم من غير حبوب تحت الجلد، من غير مشاكل في إزالة الشعر، ب3 خطوات بس. تخيلي افضل 3 خطوات ممكن تعمليهم مع جسمك علشان جسمك يبقى طول الوقت ناعم، مفيش اماكن غامقة، بدون بقى حاجات كتير وتفاصيل كتير. اول حاجة هو المقشر. طول الوقت لازم تستخدمي مقشر للجلد، والمقشر ده ممكن يكون اي سكراب موجود انت بتستريحي له، او افضل حاجه ممكن تعمليها لجسمك هي حاجه مكونه من السكر وزيت جوز الهند. السكر وزيت جوز الهند هيعملوا لك افضل مقشر في العالم، وكل ما كترتي زيت جوز الهند كل ما كان تاثيره على جلدك رائع. اعملي بقى بعدها شيفنج وهتشوفي نتيجه فوق الممتازه. اصلا هتلاقي دايما الشيفنج بتاعتك فيها كده حاجه زي زيت جوز الهند طلع بقى مع كل الاتساخات وكل الحاجات اللي في الجلد، فهتحتاجي ان انت تنضفي اصلا الشيفنج تول بتاعتك او الشفره بتاعتك بمثلا فرشه سنان قديمه مع شويه شامبو. واهم شيء في الشيفنج تول ان هي تكون متعقمه. اهم حاجه ان انت لما تيجي تستخدميها بعد كده تكوني غسلاها كويس قوي وتكوني معقماها بكحول، علشان ما تسبلكيش اي مشاكل او تطلع لك حبوب، وخصوصا لو انت مثلا في فتره في الشهر قابل جسمك انه يطلع حبوب بشكل اسهل. واخيرا الترطيب. اي مرطب بتستعمليه وبتستريحي عليه تمام، بس عايزه اقول لكم ان الجليسوليد الاحمر ده هو من احلى وارخص المرطبات بتاعه الجلد في الصيف وفي الشتاء. بس في حاجه عايزه اقول لك عليها، ان ما ينفعش استخدم مقشر على اماكن واماكن لا، وما ينفعش استخدم مرطب على اماكن واماكن لا. المقشر هتستخدميه على كل حته في جسمك حتى الاماكن الحساسه، بس يفضل ما نستخدمهوش في الاندر ارم لانه ممكن شويه يسبب التهابات. وبرده اسمعي لجسمك وشوفي جسمك ايه اللي بيريحه واعمليه. والمرطب هنستخدمه على كل تنتوفه في جسمنا حرفيا. ما تسيبيش مكان ما تحطيش عليه مرطب. على رجليكي، على ايديكي، اقصد على كف رجلك، على كعب رجلك من تحت، في البرايفت ارياز، كل حته تستخدمي فيها المرطب بتاعك. ولو عندك مشكله بقى مع الاماكن الغامقه، فاحب اقولك ان الكريم ده هو ارخص واحسن كريم ممكن تستخدميه. لو بتستخدمي نوع تاني مستريحه عليه تمام، بس ده ارخص واحلى نوع كريم ممكن تستخدميه لو عايزه تفتحي اماكن معينه بقى، الركبه، المنطقه الحساسه، اي حته في جسمك محتاجه تتفتح، ده هيكون ممتاز جدا. اكتر من كده انت فعلا جسمك مش محتاج اي حاجه تاني. قبل بقى ما ادخل على اللبس وقبل ما ادخل على الجسم الصحي، هكلمك عن حاجه مهمه جدا بتفرق في شكل الوش جدا، وهي الرموش. الرموش من الحاجات اللي بتفرق وبتعمل كده الديفينيشن لشكل عينيكي. الرموش والحواجب طبعا كل ما كانوا اتقل كل ما كان شكلك هيكون احلى. فالنهارده هقولك على 2 نوع سيرم هتستخدميهم قبل ما تنامي او مره في نص اليوم لو عينك ممكن تكون بتتعب لو استخدمتي سيرومات قبل ما تنامي. اول واحد فيهم اللي هو مايلاش، ده سيروم كوري وسعره ممتاز جدا وسعره هادي جدا، في حدود 120 جنيه او حاجه كده. والسيرم التاني اسمه مافالا بقى برغم ان هو غالي الا انه ما بيطولش الرموش زي مايلاش، فانا شخصيا فضلت مايلاش اكتر من مافالا. وعايزه اقول لكم ان الفرق واضح على رموشي جدا، وخصوصا لو حاطه ماسكارا. استنوا اوريكم الفرق. انا اصلا بحط على رموشي وحواجبي، بصوا فرق رموشي وصلت لحد فين. انا فعلا ما كنتش بوصل للطول ده الا اذا كنت عامله لاش اكستنشن، يعني عملته في حياتي مرتين، حسيت ان هو مزعج، يعني ان انا اهتم برموشي الاصليه وتطول بيكون احسن بكتير قوي من لاش اكستنشن. باحساسه مش طبيعي، وممكن مثلا لو نشفت وشي بفوطه بالغلط يشبك في الفوطه وحاجات كده يعني رخمه جدا، فالحاجات الطبيعيه دايما افضل. ودلوقتي ندخل على فقره اللبس. ازاي لبسك يتغير، ازاي تبقي شيك اكتر، ازاي تعرفي تختاري الحاجات اللي بتليق عليكي وتبعدي عن الحاجات اللي ما بتليقش عليكي.
بصوا انا هقول لكم على حاجتين بشكل مبدئي علشان هنتكلم في الموضوع ده قريب بشكل موسع ومفصل، ازاي تبقي دايما شيك وازاي تبقي effortless شيك، يعني من غير مجهود خرافي تبقي شيك. الحاجتين اللي هقولك عليهم دلوقتي هي ان انت تعرفي تون جلدك ايه. في حاجه اسمها الاندر تون، يعني ممكن نلاقي مش بس اللون، يعني ممكن نلاقي شخص فاتح جدا وشخص غامق جدا والاتنين بيليق عليهم نفس اللون مثلا الزاهي او نفس اللون الهادي. ايه بقى الاتنين بيليق عليهم نفس الحاجه؟ لان هما الاتنين عندهم نفس الاندر تون. هو الاندر تون ده، الاندر تون ده 3 حاجات، يا اما وارم يعني يا اما التون بتاع جلدك دافي، يا اما كول بارد، يا اما نيوترال متعادل او طبيعي. فازاي نعرف؟ اسهل طريقه ممكن نعرف بيها الاندر تون بتاعنا بعيدا بقى عن طريقه الشمس، ويعني في طرق كده ممكن تكون مش اي حد هيلاحظها. بنبص على العروق اللي موجوده في الحته دي. لو العروق دي كلها زرقاء او بنفسجي يبقى احنا الاندر تون بتاعنا كول او بارد. لو العروق بتاعتنا كلها لونها اخضر فهيكون الاندر تون بتاعنا وارم او دافي. ولو هي ماكسد او احنا مش قادرين نحدد فيها ده وفيها ده فغالبا هنكون نيوترال او هو الطبيعي او الوسطي. ده هيفيدني في ايه؟ ممكن جدا تخشي تشوفي ايه هي، تبتدي بقى تعملي سيرشك انت على جوجل ايه هي الالوان اللي بتليق على البشره الاندر تون بتاعها بارد، ايه هي الالوان اللي بتليق على البشره الاندر تون بتاعها دافي، ايه الالوان اللي بتليق على البشره الاندر تون بتاعها نيوترال او متعادل. وكمان هينفعنا جدا في درجات الفاونديشن ودرجات الكونسيلر والحاجات دي. فاختاري الالوان اللي هتكون مناسبه للون بشرتك، بدل ما تقعدي تجربي وتجيبي قطعه عاجباكي وبعدين تيجي تلبسيها تلاقي لونها مش افضل حاجه عليكي. وبقي عارفه انت قبل ما تشتري اصلا تشتري ايه. تاني حاجه ان انت تغذي عينيكي دايما بستايلات حلوه وجديده. يعني انا من اكتر الحاجات اللي خلتني اعرف البس حلوه قوي هي بنترست، وكلمتكم عنه قبل كده واعتقد ان انا هكلمكم عنه كتير بعد كده، علشان هو فعلا بيدي ستايلات وافكار تجنن. هتعرفي تلبسي ايه على ايه من كتر ما هتتفرجي. يعني وانتي قاعده كده فاضيه مثلا، قاعده مش بتعملي حاجه، بدل ما تقعدي مثلا تتفرجي على سوشيال ميديا او تتفرجي على حد، اقعدي انتي طوري من نفسك حتى شكليا. يعني لو على مستوى الشكل طوري من نفسك، اقعدي كده على بنترست مثلا وشوفي الصور عامله ازاي، شوفي البنات بيلبسوا ايه هناك، شوفي مثلا ايه الالوان اللي بتليق على ايه، شوفي هتلاقي مثلا جسمك شكله ايه، الشيب بتاعه ايه، مستطيل، ساعه رمليه، مثلث مقلوب، ابل شيب، ايا يكن هيكون شكل جسمك ايه. شوفي البنات اللي شبهك شويه وبيلبسوا ستايلات عامله ازاي، وحاولي ان انت تقتبسي منهم الافكار بتاعتهم دي. من كتر ما تغذي عينيكي بالحاجات دي وانت بتنزلي تشتري فعلا هتلاقي عينك لوحدها بتوفق الحاجات دي على بعض. هتلاقي انت عندك كده عندك كده في عقلك متخزن كل الصور اللي انت شفتيها دي، فهتبتدي ان انت تعرفي توفقي الهدوم دي على الهدوم دي. فحاولي ان انت تغذي عينيكي بالحاجات دي طول الوقت عشان تعرفي تلبسي، وهم دول اهم حاجتين عشان تعرفي تلبسي كويس. من الحاجات برضو اللي هتساعدك تلبسي حلو وتلبسي بتنوع اكتر ان انت تجيبي حاجات اون بادجت، حاجات سعرها مناسب ليكي، علشان ما تجيبيش مثلا قطعه غاليه جدا عليكي وتبقى هي بس اللي عندك وما يبقاش عندك هدوم كتير تعرفي تنوعي فيهم، وانها تكون قطعه تعرفي تلبسيها مرات كتير بعد كده. عشان كده بحب شويه اجيب القطع الساده، ونادرا لما بجيب قطع فيها زرقشه كتير علشان اعرف البسها باكتر من طريقه. يعني ممكن مثلا اجيب بيزك دريس اسود واعرف ان انا البس عليه حاجات مختلفه وشكله يبقى طول الوقت مختلف، وهكذا. قلت لك هنتكلم الموضوع ده بالتفصيل بعدين. اخر حاجه واهم حاجه في ازاي تظهري بمظهر كويس، وفعلا انا بقول لك اهم حاجه مش كلام وخلاص، هي فعلا اهم حاجه، هي ان انا اكل صحي واتمرن. لو تعرفي التمرين هيديكي ثقه في نفسك ازاي، ولو تعرفي التمرين هيغير شكل جسمك ازاي، هتقومي تعمليه دلوقتي حالا وانا بكلمك. مع الوقت لو دخلتي الاكل الصحي والرياضه حياتك، مع الوقت هتلاقي شكل جسمك بيتغير، هتلاقي ثقتك في نفسك بتزيد، هتلاقي شكل اللبس بقى عليكي احلى بكتير. عايزه اقول لكم ان انا في صوري القديمه كان يمكن شكل جسمي ارفع، او انا كنت على الميزان اقل مثلا 2-3 كيلو، ولكن دلوقتي انا اكتر 2-3 كيلو، لكن عشان زدتهم عضل ده فرق في شكل جسمي في الهدوم جدا جدا جدا. شكل جسمي بقى احلى كتير، بقيت الهدوم بتاعتي بتظبط عليا بشكل افضل بكتير من الاول. طيب اكل صحي ازاي؟ بصي انا مش هقولك غير حاجه واحده بس، ما تاكليش وجبه ما فيهاش خضار وبروتين.
يعني لو على الفطار حطي خضار وحطي جنبها بروتين. البروتين ده اللي هو بيض، جبنه قريش، زبادي، وخصوصا الزبادي اليوناني غني بالبروتين. حاولي البقول، حاولي ان انت دايما تكوني حاطه بروتين في الوجبه بتاعتك، هيشبعك، هيحافظ لك على كتلتك العضليه وهيحافظ على شد الجسم. نتيجه الرياضه هتكون افضل بكتير جدا لما تكوني انت بتعملي رياضه وبتاكلي اكل يبوظ الدنيا. الرياضه مش هتجيب 20-30% من المفروض تجيبه، لكن لو انت عملتي رياضه مع اكل صحي هتتحسني بنسبه 100%. فما فيش. والفاكهه والخضار عشان الفيتامينات والعناصر الغذائيه اللي فيها، والشبع، تعرفي تشبعي، تعرفي تتحكمي في شهيتك، ومش مع اي حاجه شفتيها تروحي هتحسي بالشبع. وكمان الفيتامينات والمعادن. وعلشان الاكل يجيب افضل نتيجه انا شخصيا بفضل ان احنا ناخد مكمل غذائي. المكمل الغذائي ده اللي هو هيكون افضل مكمل غذائي بارخص سعر موجود في مصر هو ليميتلس وومن. ليميتلس وومن فيه يعني تقريبا معظم العناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها بنسب معقوله. انا مش مع ان انا ما اكلش كويس واروح مثلا اخد الحديد لوحده والفيتامين بي لوحده وفيتامين اي لوحده، والكلام ده بيكون كتير على الجسم اصلا، وكتر اخذ الفيتامينات ممكن يجيب نتائج عكسيه. لكن لما بناخد مالتي فيتامين، حاجه فيها كل فيتامينز، وعلى فكره اكيد ده مش اعلان ماما، لما بناخد مالتي فيتامينز بس انت بتاخدي اللي بيكمل لك الاكل بتاعك. فحاولوا ان انتوا برضو تاخدوا حبايه من المالتي فيتامينز بشكل يومي، وخصوصا بعد وجبه الغداء عشان بيبقى فيها دهون كفايه، بتبقى فيها عناصر غذائيه كتير، وده يساعد على امتصاص بعض العناصر الغذائيه الموجوده في المالتي فيتامينز زي فيتامين A ودي وإي وكي. الحاجات دي كلها محتاجه دهون عشان تمتص بشكل احسن. بعد كل الحاجات دي بجد لو عملتيها، وعلى فكره الحاجات دي تبان كتير بس مجرد ما هتدخليها روتين خلاص بعد كده دماغك هتسقطها. يعني دماغك مش هتفتكرها اصلا. انت بتعملي الحاجات دي بشكل يومي وخلاص اتعودتي ان انت تعمليها بشكل يومي، بس هتتفرجي. تأثير المالتي فيتامينز على بشرتك وشعرك وجسمك كله وصحتك عموما هيبان وبشكل ملحوظ. لو محتاجة تكتبي الكلام ده في ورقة دلوقتي علشان تبقي عارفة تعملي ايه، بس اوعدك انه في خلال شهر او اقل انت الحاجات دي خلاص هتنزل من دماغك، انت هتعمليها بشكل تلقائي. فما تشيليش هم قوي ان الموضوع كبير او واسع، بالعكس انا مدياكي ملخص لكل حاجة تعملي فيها ايه، لان ممكن لكل حاجه تستخدمي روتين اكتر من ده بكتير قوي، ولكن ده افضل واقصر وارخص روتين ممكن تستخدميه. والحقيقه انا ما كانش ينفع اعمل الفيديو الجاي من غير ما اعمل الفيديو ده، لان اهتمامنا بشكلنا من بره مهم جدا زي اهتمامنا بنفسيتنا وصحتنا النفسيه. المره الجايه بقى هقولك هاو تو جلو اب من جوه، ازاي نفسيتك تتغير، ازاي ثقتك في نفسك تعلى، ازاي يومك اللي هو النسخة المصغرة من حياتك يكون هادي ومنتج وممتع، بحيث ان انت مع الوقت تلاقي نفسك بتتطوري جدا نفسيا، احسن نفسيا، بتتعاملي مع نفسك بشكل افضل، وبالتالي تعامل الناس معاكي هيكون بشكل افضل بكتير. استنيني الفيديو الجاي، وعشان كده ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس علشان توصلك الفيديوهات الجايه، لان مش كل اللي عاملين سبسكرايب الفيديوهات بتوصل لهم غير لما يفعلوا الجرس. اتمنى لك يوم جميل، اشوفك ان شاء الله فيديو جديد على خير. باي.